أهلا أهلا. فكرة النهاردة هنعملها من شنطة المشتروات، التورتة والحلويات. الشنطة دي مش بتنفع نستخدمها تاني بسهولة لأنها ليها شكل كده مفتوح. طب بس ممكن نستخدمها في حاجات تانية، نعمل منها أفكار تانية جديدة. هقدم لكم النهاردة فكرة بسيطة وسهلة، ممكن أي حد يعملها، يغير فيها شوية على قد ما يقدر ويسهلها على نفسه. قصيت اليد بتاعت الشنطة والجوانب اللي بتبقى ضمة القماش مع بعضه، كل ده أنا هستخدمه في الفكرة. وأتمنى لو الفكرة عجبتكم تعملوا لي لايك للفيديو، مش ننسى من فضلكم. لو أول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك في القناة وتشغيل زر الإشعارات الجرس. أرجع تاني أكمل شرح الفكرة. هاجي لقلب الشنطة الجزء اللي مفهوش كتابة وأعمل دايرة. الدايرة هيكون نص قطرها 12 سنتي. طبعا ممكن أعمل الدايرة بطبق أو غطا حلة أو أي حاجة مدورة عندي. وطبعا برضو مفيش مقاس محدد للدايرة اللي أنا هعملها. لما تشوفوا في آخر الفكرة هتعرفوا إن أنا مش مرتبطة بمقاس معين. المقاس هنا بس لضبط الفكرة. كمان قطع القماش اللي كانت طالعة من جوانب الشنطة هعمل منها دواير أصغر من الكبيرة، تقريبا نص المساحة. عملتها هنا بنص قطر 6 سنتي. هعمل 4 دواير من الصغيرين وأسيب مسافة صغيرة على الطرف عشان تقفيل الدواير. هنشوف مع بعض حالا الفكرة. هجيب قطعة كرتون وأعمل منها دايرتين بنفس حجم الدواير الصغيرة. هغلف الكرتون بدواير القماش، هلزقه بأي مادة لاصقة ممكنة أو متاحة عندي. هقفل على الكرتون تقفيل جيد عشان ما يبقاش واضح الكرتون من الشكل اللي هنعمله. هغلف كمان الوش التاني، يعني ظهر ووش، وهقص القماش الزيادة. ممكن استخدم أي شنطة بأي لون طبعا. هعمل الكرتونة التانية زي الأولى، الاتنين زي بعض. هرجع للدايرة الكبيرة وأحط لها واحدة من القرصين الصغيرين وأخليها متسنترة في النص بالظبط. واجي من نقطة السنتر أو المركز بتاع الدايرة وأبتدي أحط نقط متساوية الأبعاد، يعني على اليمين والشمال وفوق وتحت. وكمان هقسم الإرباع دي نصين متساويين، يبقى عندي 8 نقط. هجيب أعواد الشيش طاووق، محتاجة هنا عودين بس. وهاخد المقاس من الدايرة الداخلية لحرف الدايرة الخارجية وأعمل 8 أعواد لل8 نقط اللي أنا حددتهم على الدايرة. هبتدي أثبت الأعواد دي بمسدس الشمع. يفضل هنا مسدس الشمع لأنه أقوى وأسرع. هثبت عند كل نقطة، أحط عود الشيش واقف عمودي على الدايرة الصغيرة. هثبتهم في ال8 زوايا بالشكل ده. بعد كده هحط مادة لازقة على طرف عود الخشب وأضم القماش عليه من فوق بس أو من الطرف بس. هكرر نفس العمل مع كل عود. أحط المادة اللازقة وأضم القماش عليه من فوق بس. هكرر لغاية ما أعمل كل ال8 أعواد. وبكده بقى عندي الشكل ابتدى يظهر أو الفكرة. شكل الطبق لغاية دلوقتي هو اللي ظهر، لسه في إضافات هنعملها. هقلب الطبق وابتدي أخلي أعواد الخشب من بره والطبق من جوه مفهوش حاجة غير التنيات البسيطة. هبتدي أشتغل على الجزء الخارجي. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش
تضغطوا على زر اللايك. هاخد الشريط اللي أنا طلعته من الشنطة وابتدي أقفل على الخشب أو أخبيه. طبعا الخشب أو الأعواد دي بتقوي الطبق وبتخليه متماسك وله ارتفاع من الجوانب. هغلف بالشريط اللي أنا طلعته من الشنطة جوانب الخشب وأخبيه خالص، وفي نفس الوقت بديله منظر إضافي. بثبت كل ده باللزق بمسدس الشمع، وأكرر مع كل عود خشب أغلفه أو أغطيه بشريط اللي طلعته من الشنطة من الأول. لو عايزة أحط أي شريط تاني مفيش مشكلة. بثبت الشرايط على الجوانب ومع القاعدة كمان، وأكرر الفكرة لغاية ما أخلص 8 أعواد أو 8 تقسيمات اللي أنا عاملاهم الأول. خلصت كلهم، هبتدي أقفل كمان على الشرايط نفسها مع القاعدة ببرضو شريط أخضر. وزي ما بقول لكم ممكن استخدم أي قماش تاني أو أي شرايط تانية، مش شرط الشريط اللي طلعته من الشنطة، أو ممكن استخدم شنطة تانية بلون تاني، كل حاجة ممكن. بعد تثبيت الشريط على قاعدة الطبق هبتدي أحط كمان شريط في الجزء العلوي اللي هو يد الشنطة نفسها. هثبتها على الطروف من بره، وبعد كده هرجع أتني الزيادة على الجزء الداخلي، أقفل عليها، يعني أقفل على الشكل كله مع أعواد الخشب. والقرص التاني المغلف بالكرتون هستخدمه لتبطين قاع الطبق من الداخل. هحط على طرفه برضو قماش من الأخضر، أثبته كويس وأثبت القرص داخل الطبق. هجيب قطعة تانية من قماش الطروف اللي شلته قصيته من الشنطة في البداية، وقطعة من السلك، أي سلك بسيط، وأدكك الشريط أو قطعة القماش الرفيعة دي. هي كانت متخيطة جاهزة في الشنطة وأنا ما فكتش الخياطة، بستفيد بيها إنها ممكن تتدكك كده بالسلكة، والسلكة دي هتخليني يبقى سهل عليا تشكيل قطعة القماش على شكل يد للطبق. كمان شريط من اللون الأبيض من نفس الشنطة هلفه حوالين اليد، أديله حلية، يعني شريط مغروب لافف حواليها. يعني أنا ما فضلتش أكتر الألوان، فاكتفيت بنفس اللونين الأخضر والأبيض. هثبت اليد على جوانب الطبق على الجنبين، وهاجي على الجنب وأعمل له فيونكة من نفس القماش الأبيض، فيونكة بسيطة خالص تتضم مع بعضها وتتربط بنفس الشريط الأخضر، وهثبتها عند بداية اليد، أخبي بيها المكان اللي أنا لزقت فيه اليد على الجنبين. وكمان أضيف إضافة فيونكة صغيرة محطوطة في القمة فوق، وكده يبقى الطبق خلص. يا رب يكون عجبكم، اعملوا لي لايك لو عجبكم. لو أول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات. ده الطبق بعد ما خلص ممكن استخدمه استخدامات كتيرة جدا، وهو سهل التنظيف. ممكن اغسله، هحط فيه بونبوني او شوكولاتة، ممكن استخدمه طبعا احط فيه ورد او زهور ويبقى زينة، وممكن استخدمه احط فيه مخبوزات او عيش على ترابيزة الاكل، او بسكوتات او مخبوزات الافران. كل ده ممكن احطه في الطبق، وممكن احط فيه فواكه. يعني ممكن استخدمه استخدامات عديدة. ممكن كمان ادوات، لو حطيته على تسريحة حطيت فيه اي ادوات ميك اب او اكسسوارات او اي حاجة. ايه رأيكم في الفكرة بتاعت شنطة التورتات والحلويات اتحولت لطبق ممكن استخدمه في حاجة تانية؟ شكرا للمتابعة والمشاهدة، واتمنى تكونوا مبسوطين من الفيديو، ودعموني بلايك ما تنسوش.
شكرا لكم، إلى اللقاء مرة تانية مع فكرة جديدة. مع السلامة.